في مهرجان الجونة الدورة الثامنة، وازاي ده بيفرق مع الفنانين خاصة اللي هم شباب؟ اولا صباح الخير. ثانيا لو اي فنان عالمي النهارده مش شايف ان مهرجان الجونه مهرجان يستحق ان هو يجي ويبقى متواجد ويحترم المواعيد ويحترم الفعاليات بتاعته، ده دل على شيء يدل على ان ده مهرجان دولي، مهرجان كبير بيحترم، مهرجان اثبت وجوده على مستوى العالم خلاص. ازاي ده بيفرق مع الشباب الصغيرين اللي هم لسه يعني في بدايه المشوار؟ تبادل الخبرات، فكره ان كيت بلانشيت تبقى موجوده النهارده في مهرجان الجونه في مصر، وعايزين نتكلم عن حته الفلافل برضه. الفلافل شوفي، هو طبعا اكيد المستفيد برضو من اكثر افاده للشباب طبعا ان هم التواجد والاحتكاك والثقافات الغير، يعني لان طبعا في الاول والاخر هي السينما تبادل ثقافي، وبنشوف الافكار اللي بتحصل وبنشوف السينما من وجهه نظرهم رايحه فين، وهم بيشوفوا شغلنا واحنا بنشوف في تبادل ثقافي هنا بيحصل، فده شيء هايل جدا. مشاركه الشباب طبعا في المهرجان كمان مفيده جدا جدا ليهم، اعطاء فرص السنه دي اكتر بكتير من السنه اللي فاتت في مهرجان الجونه، ده حاجه محترمه جدا، لان كل الاحلام اللي بتحصل عند كل شاب وعايز يجي يحققها هنا على ارض الواقع، دي حاجه جميله وحاجه مهمه لصناعه واستمرار صناعه السينما على الارض المصريه. ده الشق الاولاني. الشق الثاني بقى بالنسبه للفلافل، ما في حد مش مصري اكل الفلافل المصريه والملوخيه والفول بتاعنا المصري طبعا معلق عليه طبعا، وقال يعني بتبقى خلاص هي باقيه عندهم في الذاكره يعني. فطبعا مصر عندها ابسط الاشياء مؤثره جدا حتى لو كانت فلافل. ايه اللي بينقص السينما المصريه عشان تنافس السينما العالميه؟ ايه الدخله دي بعد اللي انا قلته؟ ايه اللي بينقص السينما المصريه؟ احنا عايزين قول لي يا ريس، افتكرت ايه اللي بينقص الفلافل عشان تبقى سبايسي؟ انت شطه. هو شويه هزار وشويه جد. قول السؤال. ايه اللي ناقص السينما المصريه عشان تنافس السينما العالميه وتدخل السينما العالميه؟ لا، انا اعتقد ان احنا قريبين جدا، مش للدرجه دي، بالعكس احنا موجودين جدا على التراك يعني. والشباب الجديد اكيد بقى عنده رؤيه برضه، وعنده حب وعنده شغف وعنده اصرار، فلذلك يعني وجود مهرجان زي مهرجان الجونه السينمائي الدولي او مهرجان القاهره، كل المهرجانات اللي ليها قيمه كبيره دي بتولد تنافس. التنافس هو ده التنافس الشريف، والافكار الجديده هي اللي هتقدر توصل الموضوع اكتر، واحنا قريبين جدا صدقني. شايفين يا استاذ ماجد ان الجيل الجديد من الفنانين الشباب، مش شايف ان الشمس هتموتنا؟ طب اخر سؤال، شايفين ان الشباب او الجيل الجديد في حاجات يعني الجيل القديم مشي عليه وخطوات حلوه وكويسه قربته من الجمهور، شايفين الجيل الجديد يعني بيحاول يبعد عن الجمهور في الشارع وبيقرب منه على السوشيال ميديا، تشوف ده ازاي؟ لا، ما هو شوف، فئه السوشيال ميديا حاجه، والفئه اللي هي محبه للسينما ومحبه لصناعه السينما ده موضوع تاني خالص. اللي بيلعب على السوشيال ميديا ده بقى عنده محتوى معين هو عايز يعمله ويوصل بيه لهدف معين هو عايزه، لكن السينما والدراما والتمثيل عامه ده موضوع تاني خالص. لا، ما تكلمنيش على السوشيال ميديا وخلاص. لا، مش كل الفنانين. الفنان الصادق اللي بيشتغل وبيحب الشغلانه وبيدي للشغلانه وبيحترم الشغلانه وبيدي للشغلانه من وقته، هو اللي بيكمل وهو اللي بيوصل وهو اللي الناس بتصدقه بجد وهو عايز ايه، مش مجرد انه عايز يبقى موجود على السوشيال ميديا وخلاص ويقول كلمتين لا، مساله مختلفه يعني. بشكرك جدا، حبيبي ربنا